فيديو النهارده هنتكلم عن ندى الجزائريه ونورال الجزائريه مع بعض، هنشوف احدث فيديوهات للاثنين وهنقيم من وجهه نظرنا مين احسن واحده فيهم بتعمل فيديوهات. نعمل الاثنين مع بعض كتحدي. بس قبل ما نبدا نشوف الفيديوهات بفكركم اللي بيتفرج عليا ومش مشترك في القناه، اتمنى ان انت تشترك في القناه لان انا عندي هدف ان انا اوصل 1000 مشترك، فاتمنى ان انت تساعدني في الهدف ده وتدوس لايك للفيديو، مش هيخسرك حاجه بس اللايك بيساعدني الفيديو بتاعي يوصل اكبر عدد من الناس. يلا بينا نشوف اول فيديو معانا. قلتها قبل كده وبعيدها، ندى اجمل ما فيها كشك بيميزها عينيها اللي بتلفت نظر اي حد. مش عارف ليه حاسس احساس جوايا ان ندى بدات تلاحظ الموضوع ده، تلاحظ ان اغلب اللي بيتكلموا عليها بيقولوا نفس الموضوع، ان عينيها اكتر حاجه مفيده فيها. عشان كده اخر فيديوهات ليها بشوفها منزلاها بشوفها بتحاول تبرز عينيها اكتر كمحتوى كفيديوهات. بيميزها الهدوء. خلاش نتسرع، في الاخر هنقول التقييم الكامل لكل واحده منهم. J'ai dévoilé mes sentiments, tout compris. Sans moi dans tes bras, mais c'est sans juste rire. Les coups entre la pupille, chimère à parler. Le roi zéro les نورال ميزها كشكليا بسم الله ما شاء الله زي القمر برضو، بس بحس ان نورال مش مهتمه جدا ان هي تبرز ملامح جمالها كده، يعني هي عفويه، شخص على طبيعته جدا. انما كمحتوى بقى بحسها ان هي العفويه اللي فيها والروح الحلوه اللي فيها هي اللي مسيطره جدا على محتواها. اعتقد ان هي على الحياه الطبيعيه شخص فكاهي جدا وشخص كوميدي جدا. من اللي بشوفه حاسس ان هي على الطبيعه كده. يا محرق قلبي يا محرق قلبي شعلة النار فيا. اول مره الاحظ، شوف انا عملت فيديوهات كتير عن ندى، اول مره الاحظ ان ندى تحط مكياج كتير جدا جدا. هي ملامحها جميله بالمكياج من غير المكياج، بس انا ما بحبش البنت بتأفور جدا في المكياج دي، اللي هي مش عارف ورا المكياج ده فيه موجود ايه. زي البنات اللي تلاقيهم لو نازلين يشتروا حاجه من قدام البيت تلاقيهم قاعدين بالساعات بيحطوا مكياج كتير جدا، مش زينا الشباب مثلا هو بتلبس تيشيرت وتنزل على طول ممكن يكون شعرك اصلا مش مسرح ويطلع بقى حلو ويطلع بقى وحش ومش شاغلين بالنا. كمان انا محدش يزعل مني بس انا بقول رايي بكل صراحه، اول مره الاحظ ان هي بتحط مكياج اوفر كده. J'ai pas d'ennemis, moi c'est eux qui m'aiment pas. Un tas d'ennemis, mais j'y connais même pas. Tu veux dougi 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 douginer. Dougi 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 douginer. حد لاحظ الفرق بين الاثنين وتفكير الاثنين بسم الله ما شاء الله عليهم قمر، خلقة ربنا كلها جميله ايا كان. بس لو حد ركز في الفيديوهات اللي فاتت دي هيلاحظوا ان ندى هدوءها اوفر. يعني الصراحه انا شايفه هدوءها جميل، في ناس بتحب الهدوء، ملاحظ ان هو يعني زياده شويه او يمكن مش عارف. بس نورال بحس ان الطابع العفويه والطاقه والايجابيه هو اللي طاغي على شخصيتها. برضه في حاجه استغربتها في كومنت قبل ما اصور الفيديو ده لسه شايفه، البنت يعني معلقه على الفيديو بتاعي بتقول ندى بسم الله ما شاء الله عليها هي جميله جدا فعلا بس متكبره، فانا ما بحبش المتكبرين. البنت هي اللي كانت كاتبه التعليق ده. بما اني لسه متابع جديد اصلا للمحتوى الجزائري فانا ما اعرفش ان كلامها ده صح ولا لا. فعلا ممكن يكون هي صدفه مواقف لندى فيها تكبر فعلا، انا ما اعرفش. فانز ندى دلوقتي فهموني في التعليقات هل الكلام ده صح ولا لا. دلوقتي بقى انتم مستنيين اقول مين اللي احسن فيهم. انا من وجهه نظري شايف ان الاثنين جمال، مفيش حد احسن من حد. دي شخصيتها كده ودي شخصيتها كده، فما ينفعش نقول دي احسن من دي بناء على تقييم انا، لان انا لو قيمت هكون بقيم بناء على الحاجه اللي انا بحبها. اللي يقرر الموضوع ده انتوا، اللي يشوف الاحسن فيهم يكتبوا في التعليقات من وجهه نظره، هنشوف مين اكتر ناس علقت. هي من قلب لاهلنا وحبايبنا في الجزائر. وده كان فيديو النهارده. لو ما اشتركتش في القناه اتمنى ان انت تشترك في القناه وتدوس لايك الفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. اشوفك على خير احسن ناس في الدنيا. سلام.